اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بقى كلنا كده نشترك في القناة، وما تنسوش زر الجرس علشان خاطر يوصل لكم كل جديد، ولايك وكومنت حلو كده منكم، ونصلي بقى كده على النبي. وتعالى اوريكم بقى انا عملت ايه في اوضه الاطفال اللي عندي. طبعا انا كانت عندي اوضه اطفال بصراحة كانت عندي يعني قديمة حبتين وكده، وكانت فيها حاجات كتير مكسرة. ولكن بقى يا اخواتي انا وديتهم للنجار وكده، وديت السرير والدولاب. انا كده الاوضه اصلا عندي صغيره شويه، فمهم وديتهم للنجار وكده. المهم بقى عشان خاطر هم يجددهم لي ويخليهم يعني حاجه جديده زي الجداد اللي بيتباعوا بره. المهم عملت ايه؟ طبعا بصراحه ما كانش عندي مرتبه خالص. ماما طبعا يعني كنت عندي مرتبة اللي هي القطن دي، ولكن ماما جابت لي مرتبة ربنا يبارك لي فيها يا رب في عمرها. جابت لي مرتبة اللي هي الكيتي ديت. ومهم بقى اوضه الاطفال جات لي امتى؟ جات لي من 3 4 ايام، وانا بقى فرحانه جدا جدا بيها. طبعا كانت اوضه الاطفال ديت كانت فاضيه، ما فيهاش اي حاجه غير سجاده، ولكن كان كل حاجه بقى كانت متكركبه على الاخر يعني. ولدرجه ان ما كانش اصلا تقريبا قعدت فتره طويله جدا عند الراجل يعني. بصراحه برضه عشان ما اكدبش عليكم كان برضه عشان خاطر الفلوس وكده، وكان المصاريف كتير، فالواحد كان راكنها يعني. فالمهم كان تقريبا الراجل كان عاوز مننا فلوس وكده، واحنا قلنا له طب تمام مش وقته، خليها بس عندك وربنا يسهل اديك حاجة بحاجة. طبعا الراجل ده حد محترم وكويس جدا، ربنا يبارك له يا رب بجد، ويبارك في اولاده ان شاء الله. فالمهم كنت حاجة بحاجة مثلا بديها له. مثلا ابو معاذ اي حاجة مثلا معاه برضو، كان اي حاجة لو بسيطة كان يديها، هو عارف ظروفنا يعني، فكان بيستحملنا والله بجد، كتر خيره. المهم الأوضة بقى اتعملت، وماما حتى قالت لي أول ما الأوضة تتعمل إن شاء الله ربنا يسهل لي وأجيب لك مرتبة للأطفال، عشان خاطر برضو عيالك تعرف تنام، لأن أنا كانت العيال بتنام معايا وكده، فما كنتش عارفة إن أنا مثلا أعرف أنام كويس عشان خاطر العيال. المهم بقى لقيت راجل لقيته قال لي بصي يعني كان في نسبة من الفلوس مش كبيرة قوي، تقريبا كانوا يعني 300 وحاجة. الراجل قال لي بصي بقى يا ام معز انا مش عايزهم. قلت له ليه؟ قال لي لا 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 مش عايزهم ولا حاجة، كده كده يعني انا بنتي تعبانة، ويمكن ربنا بس يشفيها من دعواتك او من دعوات ابو معاذ كده يعني. فقلت له انت بتتكلم بجد والله؟ قال لي اه بتكلم بجد. قلت له طب تمام ماشي. المهم والله يا اخواتي بجد فرحت جدا، وبقيت بقى فرحانه، قلت له يعني كده خلاص ابعت اخد الاوضه. قال لي اه ابعتي اي حد يجي ياخد الاوضه وكده يعني. قلت له تمام. قلت له طب انت عملت كده انا معايا بس يعني؟ قال لي بصي انا عملت كده مع كذا حد من اللي هم يعني بييجوا يعملوا عندي الاوض وكده. قلت له والله كتر خيرك والله بجد، ودعيت له ودعت لبنته ربنا يشفيها ويعافيها، اللهم امين يا رب. واتمنى ان انتوا تدعوا لها ربنا يشفيها وامها بالسلامه، لان هي عامله عمليه في القلب يعني وكده، ربنا يشفيها له يا رب. طبعا بقى يا اخواتي بقيت فرحانه جدا بقى بالاوضه، بقيت طبعا عماله بروق. بص حتى ابني بقى فرحان جدا بيها، بقى عمال طبعا مرتبه ماما ربنا يخليها لي جابتها لي هيت. وبرضو بجد المرتبة بصي العيال فرحانين جدا بيها. فالمهم بقى فانا قلت لهم خلاص، انا بصراحة كنت هخليها بالكيس، بس بصراحة يعني ايه، قلت خلاص يعني نصيب بقى، لازم اللي احنا لازم نفتحه المرتبة، والعيال لازم يعني يتبسطوا وكده. والله ما بجد كانوا فرحانين جدا والله بجد، وربنا يبارك لابو معاذ بجد والله برضو ساعدني كتير. طبعا بقى انا حبيت ان انا انضف معاكم وافرحكم معايا بالظبط زي ما انا فرحت.
وان شاء الله ربنا يا رب يسهل لنا ويسهل لكم ان شاء الله. طبعا بصوا انا ابني مش سايبني، عمال بيتنطط ازاي على المرتبة، هو مطنش اصلا، بس الحمد لله يعني. طبعا بقى يعني الراجل اديتله القطة الاطفال دي، ما كانتش ولا حاجة يا بنات والله، ما كانش ولا حاجة، بدرجة ان هي اصلا كانت ناقصة حاجات كتير قوي وما كانتش حلوة. يعني سبحان الله الراجل بجد خلاها زي الفل، وقال لي يا ام معاذ بصي يعني مالكيش دعوة، انت اختي ليا فهخليلك زي العسل. قلت له طب تمام ماشي. قلت له معلش بقى عشان انت عارف والله الواحد لو كان معاه كان جابها جديدة. قال لي لا لا ان شاء الله انا هخليلك احلى من الجديدة كمان. وفعلا والله خلالي جميلة جدا، ويمكن يعني خلالي منظر تاني بجد، حسيت ان هي جديدة مش قديمة خالص. طبعا الحمد لله. طبعا انا كان عندي هنا بقى ايه، قلت لازم أنا افرشها بقى، وكويس اللي هي جات لي قبل رمضان. علشان ايه؟ يعني بص الفيديو ده لسه طازة، يعني الفيديو ده لسه طازة، لسه عاملاه مع يعني امبارح، وقلت لازم انا انزله والله عشان افرحكم معايا. واللي عايزه ابقى كده يعني لايكات، وبالله عليكم بالله عليكم اشتركوا في القناه. عايزه اللي يشوف الفيديو دوت لحد الاخر بالله عليكم اشتركوا في القناه وكبروا قناتي، علشان بجد تفرحوني وتشجعوني اللي انا اعمل فيديوهات كتير. ويعني عايزاكم يعني عايزه قناتي تكبر بيكم، يعني مش عايزاكم تسيبوني، عايزه قناتي تكبر بيكم وان شاء الله. و... وتساعدوني كده اللي انا ان شاء الله كده يعني تبقى فتحة خير عليا وعلى عيالي ان شاء الله. طبعا بقى انا تعبانة جدا والله. طبعا طبعا برغم اللي انا تعبانة وكده من موضوع الحمل وكده، ولكن الحمد لله طبعا ربنا بيديني الصحة. وطبعا كانت اختي قاعدة معايا برضو، شالت معايا كتير قوي. وان شاء الله بكره برضه هو في فيديو يعني بصوا جامد بقى ان شاء الله باذن الله، ربنا يقويني واعمله قبل رمضان علشان خاطر دخول رمضان كده يكون ايه، يعني سايبين نفسنا للصلاة وللصوم وللعبادة ان شاء الله باذن الله. طبعا انا هنا بقى فرحانة جدا، جبت كل الهدوم بقى بتاعت عيالي بقى اللي كانت في دولابي، قلت لازم انا احطها هنا بقى في دولابكم حتى، يعني في الدولاب بتاع عيالي، لان ابني بقى في دولاب يلا يا ماما هاتي الهدوم بتاعتنا وحطيها عندي هنا. قلت له حاضر. هو فرحان جدا حتى بيساعدني والله، ربنا يبارك له ويبارك لكل الاطفال يا رب ويرزق كل مشتاق. فبجد جميلة جدا.